البرجر بالصلصة الحمراء بخلطة أبو عاكف السرية. تابعوا المقادير والطريقة مع أبو عاكف. مقادير البرجر بالصلصة الحمراء بخلطة أبو عاكف كالتالي. برجر طبعا أنا جبت 3 حبات، بقدونس، طماطتين، بصلة صغيرة، 2 ثوم، 1 صبع فلفل، ومعجون طماطم طبعا معلقتين، بابريكا، فلفل أسود، وكركم، وماي طبعا، وملح. نحط حق الصلصة الماي، وبعدين نحط الطماط والبقدونس والثوم مع البصل، ونحط عليه معلقتين أو 3 معجون طماطم. بعد ذلك نحط كركم شوي، بابريكا شوي، فلفل أسود بعد شوي، ونحط ملح. طبعا الملح على حسب اللي تحبوا انتم يعني. ناخذ خلاط ونخلط. بسم الله. الحين عقب ما نخلط نطفي عليه، وناخذ البرجر الجاهز ونصفه في الصحن، نحط عليه شوي زيت خفيف كذا بس. ناخذ الصلصة ونصبها على البرجر كذا، خلوها تغرق، ونحطه داخل لين يستوي تقريبا 25 دقيقة واموره طيبة. البرجر بالصلصة الحمراء بخلطة أبو عاكف السرية جاهز. تحطه على البرجر كذا، ها، تحطه بعد الجهة الثانية، بعد تاخذ منها الصلصة ذي الحلوة، نحط لنا خسة طبعا، نحط الجهة الثانية طماطة، ناخذ البرجر ونحطه كذا، نخلي كذا بعد حركات كذا، وهذا برجر بالصلصة الحمراء 100 100.